السلام عليكم. عندي سؤال مهم. في رأيكم لماذا تقدمت الفيزياء عن الفلسفة؟ مم. آه، رغم أن الفلسفة أقدم تاريخيا من الفيزياء، فإن تقدم الفيزياء بوتيرة أسرع أوضح، يعود إلى جملة من العوامل، ربما عوامل معرفية ومنهجية وتاريخية، والتي أعادت تشكيل طبيعة المعرفة الحديثة وحدودها. ويمكن تحليل هذه المفارقة الظاهرية من خلال محاور معينة سأحاول التطرق إليها بتفصيل. دعوني أقول أنه انبثقت الفيزياء الحديثة حين انفصلت عن الإطار الفلسفي التأملي الذي كان يحكم التفكير في الطبيعة منذ أرسطو، وانتقلت إلى منهج تجريبي رياضي صارم. فقد أتاح المنهج التجريبي القائم على الملاحظة القابلة للتكرار والقياس الكمي إمكانية اختبار الفرضيات والتحقق منها أو دحضها، بينما ظلت الفلسفة بحكم طبيعتها تعتمد على التحليل العقلي والحجاج المفهومي، وهما مجالان لا يخضعان للضبط التجريبي نفسه. أيضا موضوع الفيزياء أي الظواهر الطبيعية يتميز بإمكانية القياس والصياغة الرياضية، مما يسمح بتراكم معرفي واضح. فكل نظرية فيزيائية جديدة لا تلغي بالضرورة ما سبقها، بل غالبا ما تحتويه أو تطوره ضمن شروط أوسع. أما الفلسفة فتشتغل بأسئلة المعنى والوجود والمعرفة والقيم، وهي قضايا لا تقبل الحسم النهائي كما تعرفون، بل تتجدد بتجدد السياقات التاريخية والثقافية، مما يجعل تقدمها ذا طابع نوعي لا تراكمي. أيضا أسهم الارتباط الوثيق بين الفيزياء والتطبيقات التقنية في تسريع تطورها، فالتقدم الصناعي والعسكري والتكنولوجي وفر حوافز مادية ومؤسساتية ضخمة للبحث الفيزيائي، وأنتج بدوره أدوات جديدة مكنت من اكتشافات أعمق. في المقابل، لا تنتج الفلسفة تطبيقات مباشرة قابلة للتسويق أو الاستثمار السريع، مما جعل دعمها المؤسسي أقل انتظاماً في كثير من المراحل التاريخية الحديثة. لم تتأخر الفلسفة بمعنى العجز، بل تغيرت وظيفتها، فقد انتقلت من ادعاء تفسير الكون ككل إلى مساءلة أسس المعرفة العلمية ذاتها، بما في ذلك الفيزياء، فلسفة العلم وفلسفة المنهج وفلسفة اللغة، كلها مجالات نقدية لا تهدف إلى إنتاج قوانين، بل إلى تفكيك المفاهيم والافتراضات التي تقوم عليها العلوم. ومن ثم فإن معيار التقدم المطبق على الفيزياء لا يصح إسقاطه على الفلسفة. التقدم في الفلسفة يقاس بالدقة التنبؤية والقدرة التفسيرية والسيطرة التقنية على الطبيعة. أما في الفلسفة فالتقدم يتمثل في تعميق السؤال وتوسيع أفق الفهم وكشف التناقضات الكامنة في التصورات السائدة. لذا قد تبدو الفلسفة وكأنها تعيد طرح الأسئلة نفسها، لكنها في الواقع تطرحها على مستويات أعمق وبأدوات مفهومية أكثر تعقيداً.